فائدة لغوية. أصدقائي في صالون الشباب ولقاء الأجيال، أهلا بكم في فقرة لغوية جديدة بعنوان فائدة لغوية. وفائدة اليوم حول تغير معاني بعض الألفاظ مع مرور الزمن. أغلب الألفاظ تتغير معانيها مع الزمن، وقد تبقى الصلة بين المعنى الجديد والمعنى الأصلي القديم واضحة أو تخفى، فلا تبين إلا بالبحث والتدقيق. ومما يؤسف له وعليه أنه ليس لدينا حتى الآن في لغتنا العربية على قدم وتنوع ما فيها من معاجم معجم تاريخي يرصد التحولات التي طرأت على معاني الألفاظ في استخداماتها من عصر إلى عصر. وقد استدرك بعض علماء اللغات الأجنبية الغربية المحدثون ذلك بالنسبة للغاتهم، أما علماؤنا ومجامعنا اللغوية ما زالوا يبحثون هذا الأمر، ونأمل أن يأتي بحثهم بشيء مفيد فيما يتعلق بهذا الأمر. لفتني إلى ذلك كلمة فشل ومشتقاتها التي تدور في استخدامنا الحديث لها حول معنى الإخفاق، وهي في استخدامها الأصلي تدور حول الضعف والتراخي، ففشل أي تراخ وضعف، وفاشل أي متراخ وضعيف. وثمة علاقة لا تخفى بين المعنيين القديم والجديد، فالفشل بمعنى التراخي والضعف سبب رئيس للإخفاق. وكذلك كلمة كتب ومشتقاتها التي تعني تسجيل الأمور بالخط على الورق وغيره، بينما هي في أصلها اللغوي تعني التقييد، فكتب الرجل دابته أي قيدها. والصلة بين المعنيين الحديث والقديم لا تحتاج إلى بيان، فأنت إذا كتبت شيئا بالخط فكأنك قيدته فلا يتوه أو يضيع. وكلمة جد من الجدة تدور في معناها حول الأشياء والأمور التي ظهرت للتو، ولكن الأصل فيها القطع، فالقماش الجديد أي المقطوع حديثا. وكلمة تقدم ومشتقاتها هي في الأصل مشى على قدميه، ثم استعيرت للدلالة على السير إلى الأمام. ومعظم الألفاظ مثل كتب وجد استخدمت في معانيها المتداولة الآن في البداية على سبيل المجاز، ثم مع الزمن انقطعت الصلة في أذهان الناس بين المعنى المتداول الحديث والمعنى الأصلي القديم. وهكذا فإننا إذا دققنا في كثير من الألفاظ نجد أننا لا نستخدمها في معانيها الأصلية كما استخدمها العرب القدماء، بل نلاحظ أن بعض الألفاظ قد لبس في كل عصر لبوسا مختلفا من المعنى عن العصر الذي سبقه، فتتعدد معانيه أو دلالاته، مثل كلمة أدب التي كانت تعني في العصر الجاهلي الدعوة إلى الطعام، ومن هذا المعنى جاءت كلمة المأدبة، ثم أخذت في عصر البعثة النبوية وصدر الإسلام معنى تربويا: أدبني ربي فأحسن تأديبي. واستمر هذا المعنى زمنا طويلا، فكان المعلم يسمى المؤدب، ثم صار الأدب بعد ذلك هو جماع الكلام الجميل من الشعر والنثر، والأديب هو الشاعر أو الناثر. وكثير من الألفاظ تظل تستخدم في عصرنا لمعنيين أو أكثر، ظهر كل منها في عصر مختلف، ولكننا إزاء ذلك نلجأ إلى السياق الذي ورد فيه اللفظ لنتبين المعنى المراد. كتبه الأديب الكبير الأستاذ سعد عبد الرحمن، وقرأته عليكم الأديبة ليلى الشامي من صالون الشباب ولقاء الأجيال، إدارة الشاعرة شريفة السيد.